بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مازن عادل اي عبقرينو من قناة عبقرينو. ده فيديو جديد تحديث كده لموقع ليوناردو اي اي، عملوا حاجة جديدة. ممكن تشوف باقي الفيديوهات الكورس بتاعي يعني موجود عندي على القناة. في الفيديو ده بقى هو سريع ما فيهوش حاجة. هو الفكرة اللي فيه ان انت ممكن تعمل الصورة بتاعتك لايف. يعني احنا عايزين مثلا ان احنا نعمل شخصية بشكل معين مش عارف ايه وبتاع، فانت ممكن ان انت تعمل الكلام ده لايف. انت مش محتاج ان انت اساسا تقعد بقى تكتب وتعمل وكل شويه تخلص توكناتك ومش عارف ايه. لا، هو مفتوح عندك هنا الدنيا. معرفش بقى لسه حوار التوكنز فيها يبقى عامل ازاي. يعني انا بستخدم النسخه المجانيه. تمام. عندك دي الواجهه بيكون شكلها عامل كده. انت بتجيبها منين؟ نرجع تاني بس الصفحه الرئيسيه. هتلاقي عندك هنا اللايف كانفاس، هي جديده اهي. هتدوس على اللايف كانفاس هيفتح لك الصفحه دي. هنا دي الاوتبوت، هنا الانبوت بتاعتك. هنا فوق بيقول لك ان هي ايرلي اكسس. هنا في 8 توكن، هنتكلم عن 8 توكن دي بعدين. هنا في حاجات تحت هنستخدمها، والادوات اللي في الجنب دي اللي انت هترسم بيها. ولو انت بتعرف ترسم ما بتعرفش ترسم هتعرف تطلع شكل كويس. تمام. احنا دلوقتي عايزين نجيب صورة شخص ونطلع رسمة قريبة منه. تعالى مثلا نشوف الكليب انترجيتور. نجيب صورة من الجهاز عندي ولنفترض. تعالى يا عم هات الصورة دي ونجيب الفليفر على الماكس عشان بس يطلع لنا الكلام حلو. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هناخد الكلام اللي هيطلع هنا ونحطه في اللايف كانفاس ونرسم لحد ما ده يخلص. احنا الاول هنشوف الشكل عامل ازاي. هنا عندك الزرار اللي في الجنب ده، اول واحد ده انت تعمل سيلكت. هنا تمسح، ده لو عايز تضيف صوره من عندك اساسا. تمام. ويعني ما جربتهاش. اللي تحتيها دي الرسم. وعندك هنا الالوان، لو عايز تغير لون الباك جراوند او البرش. تمام. الباك جراوند هنا سودا، ممكن اغير لونها للشكل اللي انا عايزه. وهنا ده حجم البرش. يعني هنكتب هنا مثلا كيوت جيرل. هو نفسه هيطلع لي صوره كده مبدئيه. انت بقى تبدا ترسم بقى. يعني مثلا انا هرسم ادي شكل بنت، ونفترض ان دي شكل بنت. يعني احنا ما بنعرفش نرسم طبعا ونروح عاملينها كده. هو فاكر ان دي ايديها. هو فعلا فاكر ان دي ايديها. انا اللي رسمت غلط. المفروض اصلا هو ما يرسمش كده. ده حتى كده وانا بمنتج اللي معموله ديت. بس احنا الاول لا، لازم نوضح ان دي لا مش ايديها. وايديها هتكون مثلا عامله كده. هو نفترض ما بعرفش ارسم فيعني ما تتوقعش مني اكتر من كده. وتبقى لابسه بتاع ايا كان. وهي هتكون عامله كده. ممكن نخلي الباك جراوند، نخلي لون الباك جراوند اعمل كده مثلا. ونكمل رسم. تعالى نخلي، عايزين البرشايه نعملها كده ونكبر مثلا الحجم. ونرسم تحت هنا حاجه مثلا. فهو غير لك الدنيا، ظبط لك الالوان وعمل لك الارضيه ومش عارف ايه بتاع. تمام. انت كل ده عشان كتبت كيوت جيرل بس، احنا ما عملناش حاجه. ممكن بقى هنا من الكرياتيفيتي سترينث دي تبدا بقى تزودها او تقللها. انت كل ما تزود كل ما تلاقيه بيرسم بشكل مختلف. كل ما تقلل كل ما هتلاقيه بيحاول يقلد الرسمه بتاعتك اللي انت راسمها طبعا. يعني انا عملنا كده مثلا. هو شويه يعني قدر يعملها. وهنا بتختار الحاجه. يعني مثلا احنا عايزينها انمي فهتطلع شكل انمي. سينيماتيك هتعمل كذا وهكذا بقى. انت مع الوقت ممكن تبدا. ممكن تعالى نعمل كيوت مان مثلا. تعال نشوف طلع لك عامل ازاي. بس طلع لي طفل حلو ده. احنا عملنا الدايناميك والانفيرمنت، عملنا شويه الفانتسي ارت. اقعد بقى جرب كل واحده فيهم تشوف شكلها تكون عامله ازاي معاك. تعال نخليها فوتوغرافي مثلا. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا مش عايزين نرجع نعمل كده. ماشي. هو اهو الصوره دي خلصت. هناخد بس التكست بتاعتها وهنكتبها هنا. تمام. وهنمسح كل ده. تمام. احنا عايزين نخلي الخلفيه. تعالى بس يعني نقلد الخلفيه دي بالظبط، او نحاول نوصل لحاجه شبهها يعني. تعالى كده مثلا وخلي البرش سودا. لا مش سودا، خليها لونها احمر. ونعمل كده. هنعمل دي كده.
دي الطربوش يعني، هو كده هيحاول يرسم نفس الصورة التانية، ده الطربوش هينزل منه بس إيه حاجات كده، وهكذا بقى تبدأ بقى أنت ترسم يعني. تمام، وهيظهر لك على الشاشة دلوقتي شكل الصورة اتعملت، والرسمة بتاعتها شكلها عامل ازاي، بس انت اللي هتشوفها على الشاشة شكلها مختلف، شكلها حلو اوضح بكتير من اللي انت شايفها قدامك دلوقتي. ليه بقى؟ لان هو عمل حاجه اسمها الكرييتيف ريفاين، داس على النقطه اللي فوق ديت. انا عشان النسخه ببلاش في الغالب مش هتشتغل عندي، داس على الكرييتيف ريفاين، ولما بيعمل كده بيحسن من جوده الصوره وبيخليها زي اللي ظاهره عندك على الشاشه دلوقتي بنفس الشكل كده بالظبط. ممكن كمان مع الكرياتيفيتي بتطلع صور احسن، انت مش شرط ترسم صور اشخاص. يعني احنا دلوقتي هنمسح مثلا خالص وهنخلي دي كده، ونخلي دي نفس اللون مثلا، وعايزين نرسم كرسي، تعال نعمل ده كده، او نرسم مقعد يعني نعمل ده، وهكذا ما ايا كان نشوف شكله عامل ازاي. هو هنا عملها لي حلو، ماشي نروح كاتبين ان هو كرسي، ماشي. آه هنعمل هنا مثلا ان هو مرسوم جنبه كرسي تاني، وهكذا الناحيه دي، وهيحاول ان هو يعمل لك environment. تمام، لو احنا خلينا دي كمان هنا هيطلعها بشكل احسن، اللي هو بقى ايه كرسي بجد ومش عارف ايه، ويحاول يخلق لك حاجات جامده جدا. تعالى مثلا نعمل، اقعد ارسم واكتب كلام اكتر، كل ما تكتب كلام اكتر هنا في البرومت بتاعك كل ما يطلع لك شغل احسن من اللي انا طلعته ده، لان انا مش عارف ارسم اصلا، فالصوره مش هتطلع حلوه. ممكن بقى انت تضيف صوره، والصوره اللي انت تضيفها ارسم عليها هيطلع لك شكل حلو، يعني حتى كمان قريب من الصوره اللي انت ممكن بتحاول ترسمها. ده كان التحديث الجديد. لو في اي حاجه جديده هينزلوها هبقول لكم عليها، انا كده اصلا متابع مع الديفلوبرز على طول في الشغل ده. نسيت اقول برضو في الحته دي ان موقع فري بيك بتاع الديزاينات بيعمل نفس الفكره دلوقتي، يعني دول عملوها قبله. اشوفكم فيديو جديد برضو ذكاء اصطناعي وحاجات كتيره حلوه ممكن نبقى نستخدمها. كنت معاكم مثلا عادل ايكي عبقري من قناه عبقريين. لايك وشير للفيديو لو عجبك، وارجع للكورس عشان تفهم الموقع كله عموما بيشتغل ازاي.